ازيك يا جماعة عاملين ايه؟ انا عمر عبد الرحمن. ان شاء الله في الفيديو هنشرح تاني فيديو في بلاي ليست ديفوست. والفيديو ده هيبقى عبارة عن انك ازاي انك تجنريت القضية بتاعتك لكل هاكاثون، وبرضه ازاي انك يعني تشوف ايه هو الهاكاثون اللي هو يعني مناسب للتكنيكال سكيلز بتاعتك. ومش هتحتاج انك تتعلم كتير قوي انك تجنريت القضية بتاعته، لان هو زي ما انا قلت قبل كده في الفيديو اللي فات إن الهاكاثون الطبيعي ان هو اصلا بيبقى المدة بتاعته بتبقى من اسبوع لاسبوعين يعني. تمام. بيبقى فيه اكتر اوقات، بس يعني ده الشائع يعني. تمام. ف... فعشان كده ايه يعني لسه هنوريكم عامة ايه هو الريكويرمنتس اللي بتبقى مطلوبة منكم وحاجات زي كده، وبرضه بيبقى كل هاكاثون بيبقى ليها حاجات معينة. فاخش عامة على تاني سلايد اللي هو ايه جنريت ان ايديا. اول حاجة المفروض ان انت علشان تجيب يعني فكرة ناجحة لكل هاكاثون، فانت المفروض انك ايه تتابع شوية بوينتس اللي هو اول حاجة الريكويرمنتس بتاعت كل هاكاثون، والمفروض انت هتصمت ايه. تمام. تاني حاجة برضه ان انت تشوف ايه هي الحاجات اللي مطلوبة منك ان هي تصمت بالظبط، عشان ما تصمتش حاجات ناقصة وحاجات زيادة. تمام. واخر حاجه ان انت ما تستهينش ابدا برضو بالجادج كرايتيريا، ان انت تشوف هم بيقيموا على اساس ايه بالظبط. تمام. لان هو ده اصلا يعني انت لو عملت مشروع حلو قوي بس ما عرفتش انك يعني تمشي على الكرايتيريا بتاعته في الجادجنج، فانت خلاص. طب انت مشروعك كويس بس انت ما مشيتش على الجادجنج كرايتيريا، فايه لازمته؟ فانت كده كده هتخسر، انت كمان ممكن تبقى اوحش يعني درجه في الناس كلها. تمام. على الرغم ان انت مثلا ممكن المشروع بتاعك يكون تكنيكال كويس، بس لا، الجادجنج كرايتيريا هي بتبقى اهم حاجه عامه. المفروض ان انت تمشي عليها اكتر من ان انت ايه تظبط مشروعك كمان يعني. تمام. فهنا هو هنا وات تو سبميت، فهنا بيقول لك each team or solo participant must submit، اللي هو يعني كتيم او انت مثلا شخص كده داخل لوحدك، المفروض تسبميت ايه بروجكت تايتل اللي هو تايتل البروجكت عادي، وبعد كده شورت بروجكت ديسكريبشن اللي هو بيبقى عباره عن ايه وانت عملته ازاي، ولايف ديمو. اللايف ديمو ده بيبقى عباره عن ان انت ترفع البروجكت بتاعك على جيت هاب، وبعد ما انت ترفعه على جيت هاب بتشوف استضافه مجانيه مثلا زي نتليفاي او ريبلت، او الاستضافه اصلا تبقى موجوده في جيت هاب نفسها لو هي اشتغلت معاك كويس يعني. لان انا معظمها ما بتشتغلش معايا كويس، بس اصلا احسن حاجه بتشتغل بتبقى نتليفاي يعني، او فيرسل او ريبلت. يعني ايه يعني سيرش عليهم كده وهتعرف ان هو في كذا واحده استضافات مجانيه بتبقى كويسه مؤقته كده، ترجع عليها البروجكت بتاعك يعني. تمام. الحاجات دي كلها نشرحها في الفيديو الجاي، بس دلوقتي ايه احنا بنبني الاساس بتاع الهاكاثونز يعني. تمام. بعد كده الجيت هاب ريبوزيتوري بتخليها بابليك وبالكود بتاعك، وبعد كده سكرين شوتس او جي اي افس من البروجكت بتاعك، اللي هو حرفيا بعد ما انت تخلص البروجكت بتاعك تاخد سكرين شوت مثلا لكل فانكشن مثلا اللي انت بتعملها. تمام. او جي اي افس اللي هي الصور اللي هي بتبقى متحركه دي. تمام. بعد كده ديمو فيديو. ديمو فيديو ده بقى ايه؟ ده بيبقى على حسب كل هاكسون يعني. في هاكسون بيقول لك ترفع على درايف، في هاكسون بيقول لك يوتيوب، في هنا فيس بعد كده او تيك توك فيديو، وبيبقى ماكسيموم 3 دقائق ل 5 دقائق. تمام. هو بتختلف من كل هاكسون يعني، وانا برضو هفتح هاكسونز قدامكم وعشوائيا خالص. انا مش يعني انا مش مسيف لينكات قبل كده، لا انا هفتح قدامكم واشوف هوريكم ان كل هاكسون بيبقى ليه يعني كريتيريا معينه او وات تصمت حاجات مختلفه. تمام. وده بيبقى عباره عن فيديو انت هتعمله، برضه هنشرح لكم ازاي تعملوا الفيديو في الحلقه الجايه. تمام. بعد كده بقى ايه انك تجنريت الايديا نفسها. اول حاجه احنا كنا بنستخدم جي بي تي عادي. تمام. يعني جي بي تي هو الافكار بتاعته بتبقى كليشيه شويه، بس لما انت تشرح له كل حاجه بالتفصيل انت عايز تعملها والتكنيكال سيلز بتاعتك بالظبط وكل حاجه، هيبتدي اللي هو ايه يفهم واحده واحده انت عايز تعمل ايه. تمام. بس قبل ما تستخدم جي بي تي تخش على حاجتين مهمين قوي. اول حاجه اللي هي الريكويرمنتس، اللي هو انت المفروض انت هتبني ايه. تمام. يعني اول حاجه هنا يقول لك you can create any kind of web project using all HTML CSS وجافا سكريبت no frameworks. تمام. يعني حرفيا انت هتبني ببيور فرونت اند ديفلوبمنت يعني من غير اي فريم ورك او اي حاجه. لو اتش تي ام ال سي اس اس مش تيل ويند مثلا، او لا ينفع تيل ويند عادي لان هو هنا قال هنا نو فريم وركس، بس هنا في سي اس اس ما قالش، يبقى خلاص ينفع تستخدم تيل ويند عادي. وجافا سكريبت اللي هو نو فريم ورك يعني هو فانيلا جافا سكريبت اللي هو من غير اي حاجه زياده، لا رياكت ولا انجولار ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. فانت بتبني حرفيا بيور فرونت اند ديفلوبمنت بروجكت. تمام. بعد كده في الجادجنج كرايتيريا، فهنا بيقول لك هنا بيست اوفر اول بروجكت بينها فانكشناليتي هكذا وكريتيفيتي ديزاين اكسكيوشن ايفورت توتال وهكذا. تمام. هنا بيقول لك هنا ايه الموست كريتيف ايديا البيست بيجنر بيلد، فانت بتشوف الجادجنج كرايتيريا بتبقى على اساس ايه بالظبط. تمام. هو هنا مفصله في مثلا هاكسونز تانية بتبقى مفصله اكتر. مثلا بيقول لك احنا هنديك مثلا 3 4 يعني مثلا هو 5 درجات. الخمس درجات دي مثلا كل يعني هتاخدهم لو انت عملت 1 2 3. تمام. اللي هو مثلا انت استخدمت زي ما يعني هنديك الخمس درجات مثلا في الريكويرمنتس بتاعت البيلدينج. لو انت مثلا ما استخدمتش فريم ورك في الجافا سكريبت، لكن مثلا انت استخدمت فريم ورك في الجافا سكريبت هنقصك درجه هكذا. بس فهو يعني ايه دي شويه استيميشن يعني حاجات انا قلتها من عندي، بس هو ممكن يبقى فيه حاجه كده بجد يعني. تمام. او يبقى كرايتيريا كده بجد. تمام. دلوقتي هنا كلوزنج سلايد، بس احنا لسه ما خلصناش يعني، لسه هوريك بقى ايه ديفوس ذات نفسه. هنا عامه ده موقع ديفوس هنا، هو الموقع اهو. تمام.
انا بيقول لك انا ايه جوين هاكاثون او هوست هاكاثون. لسه هنقول لكم يعني ازاي انك تهوست هاكاثون، اللي احنا عملنا هوست قبل كده وانا في فوقكم. انا جوين هاكاثون هنخش عادي هنا على هاكاثون عادي، او ممكن نخش ممكن نخش من الحته دي عادي. تمام. بس نعمل فيو هنا اول هاكاثونز وخلاص. و ممكن مثلا نخش على، خلينا نخش على ده. هنا بيقول لك هنا الكريتيكال رولز اهو. هنا بيقول لك مانداتوري اللي هو الزامي ان انت المفروض انك تصمت ده كذا ما اعرفش ايه ده، والبروجكتات اللي هتبقى من غير ده هيبقى ديسكواليفايد. تمام. فهو يعني حاجه مهمه قوي ان انت مثلا البروجكت بتاعك لو ما فيهوش اللي هو ده انت هيبقى ديسكواليفايد، يعني انت اصلا مش هيبصوا فيه. تمام. فهو يعني لازم انك تقرا كرايتيريا تولز، ودي انا حرفيا فتحت هاكاثون عشوائي، يعني انا مش مخطط اللينك قبل كده، وهو يعني القوانين اهو زي ما قلت لكم. هنا بيقول لكم participants who haven't filled out the form will be زي ما قلت قبل كده في الفيديو اللي فات، ان هو بيبقى فيه فورم او سيرفر ديسكورد او هكذا. لو انت ما مليتهاش مش هيتبعوك من يعني هتبقى ديسكواليفايد زي ما قالوا. هو هنعمل لها كمان ابر كيس. تمام. individual or team participation max 4 members per team. يعني هنا ماكس 4، وانا قلت لكم اصلا في الفيديو اللي فات ان هو يبقى 3. تمام. بس فخلاص انا مش هقعد اقرا يعني، بس هنا هو هنا جيت هاب ريبوزيتوري، وده اللي ما اعرفش ايه هو. بعد كده انا كذا وانا كذا وكذا. تمام. وهنا البرايزز ما حطوش تقريبا جورج كرايتيريا، بس اوكي يعني لا اهو في الدبس اوف هكذا اهو. بس تمام. نخش مثلا على هاكاثون كمان. عايزين نخش مثلا على هاكاثون يكون اللي هو ايه، مثلا ده باين عليه كبير شويه عشان فيه 1000 وشويه. هنا بيقول لك هنا هو كذا كذا كذا. تمام. هنا الريكوايرمنتس اهي، والبرايزز. تمام. والجادجمنت كرايتيريا اهي. بس يعني انت مثلا انت علشان بقى يعني تاخد احسن نتيجه من شات جي بي تي، وانت بتجيب فكرتك انت تاخد سكرين شوت او تقول له عامه اول حاجه المفروض انا هصمت ايه. تمام. عشان بعد ما تخلص البروجكت او بعد ما انت تجيب الفكره خلاص يكون عارف انت المفروض هتصمت ايه بالظبط. يعني مثلا البروجكت تايتل يجي ايه، تقول له انا مثلا عايز بروجكت، عاوز مثلا تايتل البروجكت بتاعي جايبه لك على طول، عشان هو بيكون هو بيبني داتا بيز عامه عنده عن الفكره اللي انت بتطلعها وعن الداتا اللي هو انت بتديها له. انت تاخد هنا سكرين شوت وتديها له، تدي له هنا برده الريكوايرمنتس والجادج كرايتيريا، وتقعد تقول له بقى ايه، يبقى في بقى زي ثيم معين للهاكاثون. واصلا هي برضه نسيت اوريكم الثيمز يعني، فتعالى انا هوريها لكم دلوقتي. يعني مثلا نفتح البتاع ده مثلا اي حاجه، بعد كده هنا بيقول لك ايه، اوكي about the challenge اللي هي الثيم يعني، او الحاجه اللي انت المفروض البروجكت انت هتعمله عشان يحل مشكله، اللي هو is to design a simple practical technology solution that addresses a problem people encounter in everyday life. تمام. هو حرفيا هو ايه يعني سابك تعوم في الميه يعني من غير حتى ما يديك اي عوامل. تمام. فهو قال لك انت هتشوف اي مشكله بتواجه الناس وتحلها بسمبل براكتيكال تكنولوجي. تمام. اكيد ساكسس كلاريتي usefulness and learning. اوكي ماشي، دي الكلام دي. بعد كده بيقول لك عشان تيجي تستارت انت تريجستر هنا، ريجستر فور اكسون ديفوست. بعد كده هنا هتختار مشكله، بعد كده تبلان يور سوليوشن، بعد كده انك تبني البروجكت بتاعك ببيور فريندلي تولز، اللي هو يعني تبني الحاجه بتاعتك ببيور من غير اي حاجه زياده من فريم وركس او حاجه زي كده اظن يعني. document your work and submit before the deadline. ماشي. بعد كده الريكويرمنتس اهو، الريكويرمنتس اهو موجوده. بعد كده هنا هو سبمنت اهي موجوده. وهنا برايسز، هنا نون كاش برايسز مش بفلوس. والجادجنج كرايتيريا، الجادجنج كرايتيريا اهي. بس فاظن ان هنا كلام واضح قوي المفروض انت هتعمل ايه. انا برضو ايه هنا اللوجيكس ده فكرته عجبتني، او الهاكاثون فكرته عجبتني. الهاكاثون ده هيقعد شهر. تمام. وهنا الهاكاثون ده هيقعد 17 ساعه، ده شهر يومين. فهو الهاكاثون كلها انت هتلاقيها من شهر لايام او ساعات كمان. انا الهاكاثون ده لو دخلنا عليه، لما دخلت عليه لقيت ان هو كان المفروض انت هتعمل ماشين ليرنينج موديل علشان يعمل ايرلي ديتكشن ومش عارف ايه هكذا لكارديوفاسكولار ديزيزز. تمام. بس فانت المفروض انك تقرا كويس تعمل ايه، وتشوف الريكويرمنتس. يعني اوكي البرايسز هتبقى زي حافز ليك انك تشتغلوا، بس برضو ايه يعني حاول انك تشتغل اكتر عشان ايه ممكن تكسب يعني. تمام. فخلاص كده احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلنا في فيديو جاي.